النبي في الطريق كده من طبعا النبي قبل ما يطلع من مكة أجر الله على لسانه وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أدخلني مدخل الصدق فين؟ في المدينة. وأخرجني مخرج صدق منين؟ من مكة. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا فجعل الله نوره ما بين المشرق والمغرب. نعم أيها الإخوة الأحباب، أجر الله على لسانه هذا الدعاء. وقبل أن يغادر من مكة دعا الله وقال الحمد لله الذي خلقني ولم أك شيئا، اللهم إني أعوذ بك من هول الدنيا ومصائب الدهر وضوائق الأيام، اللهم اصحبني في سفري واخلفني في أهلي، لك ربي فذللني، إليك ربي فحببني، وعلى صالح خلقي فقومني، وإلى الناس فلا تكلني، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي سخطك أو يحل علي غضبك، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعندما خرج من مكة نظر إلى مكة وبكى، ثم قال لمكة اللهم إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. طب ربنا يسيبه في الوقت اللي بكى فيه؟ مش لازم يفرح فيه ولا إيه؟ هو ربنا سبحانه وتعالى من إمتى بيسيب أولياءه؟ من إمتى الكلام ده حصل؟ هو بكى ودمعت عيناه على بلده ووطنه، ربنا يتركه أبدا؟ نزل عليه قول الله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. نعم، الذي فرض عليك القرآن سيردك إلى مكة يوما ما فاتحا منتصرا، بشارة الله لنبيه في الوقت الذي بكى فيه نبيه على مكة. نعم أيها الإخوة الأحباب، ثم يعني في الطريق كده بين مكة والمدينة يعني وجد النبي صلى الله عليه وسلم خيمة لامرأة تسمى أم معبد. أم معبد دي يعني ست عندها خيمة متزوجة، بس قاعدة إيه؟ قاعدة بعيد عن الحضارة في الصحراء، يعني حياة البدو يا جماعة. وبعدين عدى عليها المصطفى، والمصطفى صلى الله عليه وسلم كان عطشان، هو سيدنا أبو بكر الصديق، ما تصلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك على المصطفى. وبعدين سيدنا أبو بكر هو كانوا ثلاثة، ابن أريقط وسيدنا أبو بكر الصديق والمصطفى صلى الله عليه وسلم. فيعني دخلوا عليها قالوا لها عايزين عندك أكل ناكل، طب لبن نشربه، أي حاجة. قالت ما فيش. فالمصطفى قال لها أنت ما عندكيش غنم؟ قالت له عندي هم 4 غنمات هم، بس لا فيهم لبن وهم ضعفانين وتعبانين وميتين، ده جلد على عظم، وشوفوا ما هو ده حالهم. فقال لها طيب ائتيني بهم. المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لها هاتيهم، فجابتهم. فأمسك النبي بالشاة الأولى ومسح على ضرعها بيده الشريفة ودعا الله تبارك وتعالى فامتلأ ضرعها باللبن، حتى أن اللبن من كثرته كان يرغي. انتوا عارفين الرغوة بتاع اللبن، لما اللبن يبقى كتير وانت متحلي بيعمل ايه؟ يعمل رغوة، صح ولا ايه؟ وبعدين ام معبد كانت يعني بتدب كف على كف، ايه ده؟ ايه المعجزات اللي انا بشوفها دي؟ وبعدين المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني حلب لها وقال لام معبد اشربي. قالت له ده انتوا الضيوف، انتوا اللي تشربوا. قال لها لا بس اشربي انت الاول. فاخذت منه وشربت. وبعدين المصطفى صلى الله عليه وسلم أعطى لأبي بكر الصديق وأعطى لابن أريقط، ثم شرب الجميع حتى شبعوا. صلى الله على المصطفى، بركة المصطفى حلت يا إخوة ولا إيه؟ ده المصطفى يعني أرفع الخلق مكانة عند ربه. وبعدين المصطفى مشي، فجاء جوزها فقال لها أنت يعني أنا شايف لبن، جالك منين اللبن؟ منين؟ احنا عارفين حالتنا فاجر، جالك منين اللبن؟ فقالت له ده احنا جولنا 3 بس فيهم واحد بس هو اللي انا ركزت عليه. فقال لها ده ايه يعني؟ قالت له رايت رجلا ظاهر الوضاءه. يعني ايه ظاهر الوضاءه؟ يعني وشه منور. مش ربنا بيقول اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر؟ مش ربنا اللي بيقول ولا ايه؟ ما هو النور مش في الاخره بس، ده النور في الدنيا. ولذلك لما الحسن البصري كان اسمر في يوم من الايام وفجاه كده تحول وشه للون الابيض وكان وشه كده يشع نور يشع، وبعدين جاره صبح في يوم من الايام طلع من بيته، وبعدين جاره قال له ايه ده؟ قال له ايه؟ قال له يعني وشك ابيض زي حليب اللبن. قال له انت بتقول ايه؟ قال له ابيض زي حليب اللبن. قال له ده شيء عجيب. قال له بص لنفسك في المرآة. فنظر الى نفسه في المرآة فوجد وجهه يشع نورا، فخرج الى جاره، وبعدين جاره بيقول له انت اسمر. قال له بيض وشك.
فقال له الحسن: خلوت بربي ليلا فكساني من جماله. نعم أيها الإخوة الأحباب، أمال إيه؟ فطبعا جيت له: ما رأيت رجلا ظاهر الوضاءة حلو المنطق كأن منطقه، يعني كلامه، يعني خرزات نظم يتحدرن. اللهم صل عليه. ما صلوا عليه؟ انتوا بخل ولا ايه؟ تبزيد النبي صلى. أخرج النبي من أهله رغما عنه، يعني غصب عنه يا جماعة. هو ما كانش عايز كده، ما كانش عايز الكلام ده كله، لكن أخرج رغما عنه، زي ما أخرج يوسف عليه السلام. فاكرين يوسف لما أخرجوه إخوته قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال: إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا: ده يحصل، ده كلام. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذن لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه. إلى من؟ الضمير هنا يعود على من؟ وأوحينا إليه. إلى من؟ إلى يعقوب ولا إلى يوسف؟ إلى يوسف. لتنبئنهم بأمرهم هذا، يعني بيقول لسيدنا يوسف: هيجي يوم عليك وهتقول لهم على كل اللي عملوه فيك، بس انت ساعتها هتبقى عالي قوي وهم تحت قوي. وده حصل لما قالوا له: قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. ليه؟ إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وبعدين سيدنا يوسف لما رموه في الجب، سيدنا يوسف كان بيتضرع لهم، بيقول لهم: لا، ده أنا أخوكم، أنا أخوكم ابن أبوكم، إحنا كلنا من ظهر واحد، ترموني إزاي؟ هو بيتضرع لهم، نزل عليه جبريل قال له: يا يوسف لا تتضرع لإخوتك. قال له: ما أعمل إيه؟ قال له: أدعو الله فإن الدعاء من الله بمكان. قال له: ده الدعاء له مكانة كبيرة قوي عند ربنا، ادعى ربنا. وبعدين قال له: طب يا جبريل هذه أقول له إيه؟ أقول له إيه؟ فبعدين سيدنا جبريل قال له: قل لربنا: اللهم يا مؤنس كل غريب ويا صاحب كل وحيد ويا ملجأ كل خائف ويا منتهى كل شكوى ويا حاضر كل ملأ ويا قريبا غير بعيد، اللهم إني أسألك أن تقذف برجائك في قلبي حتى لا يكون في قلبي هم أو شغل أو أحد غيرك، اللهم اجعل لي من أمري فرجا ومخرجا إنك على كل شيء قدير. فلما سمعت الملائكة هذا الدعاء قالت لربها: الصوت صوت صبي والدعاء دعاء نبي. نعم أيها الإخوة الأحباب، هذا أخرج رغما عنه وهذا أخرج رغما عنه. يعني اللي حصل للمصطفى مش بدعة ولا حاجة، ده حصلت قبليه لكتير. أيوة يا جماعة. ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم. خلفه مين؟ طبعا قريش تسكت؟ ما تسكتش. الكفار يسكتوا؟ لا ما يسكتوش. قالوا اللي هيجيب راس محمد له 100 ناقة. و100 ناقة دي يا جماعة في الوقت ده ثروة، يعني اللي عنده 100 ناقة يبقى هو أغنى الأغنياء. دي جايزة إيه دي؟ اللي يجيب محمد حيا أو ميتا له 100 ناقة. وكلام العرب لا يرد، لما يقولوا كلمة لا ترد. وبعدين اللي شافهم مين؟ سراقة بن مالك. سراقة جري ورا المصطفى بقى، عايز يفوز برأس محمد صلى الله على محمد. بيجري بالفرس بتاعه والنبي على الجمل بيقرأ قرآن ولم يلتفت إليه. في رواية بتقول أن النبي أشار إلى فرس سراقة بإصبعه فساغت أقدام الفرس في الأرض. يعني إيه ساغت؟ يعني غاصت الأقدام في الأرض. ساعتها عرف سراقة أن محمدا هو رسول الله، ده مش حد عادي. فقال له: الأمان يا محمد، الأمان يا رسول الله، أنا عايز الأمان منك. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا سراقة لا تخبر أحدا عنا. فقال له: سأفعل. رجع سراقة مكة. أبو جهل بيقول له سراقة إيه؟ بيقول له: يعني أنا شايفك كده كل واحد يسأل عن محمد تقول له لا ده ما مشيش من هنا، وبترد الناس كده وحالك بقى غير الحال. أنت في الأول كنت بتدور عليه، دلوقتي أنا شايفك بتداري عليه، إيه اللي جرالك؟ فسراقة رد عليه قال له: إيه؟ طب ما تصلوا على المصطفى. واستطعموا الكلام يا جماعة، استطعموا الكلام وتدبروه. شوفوا هو بيقول إيه؟ بيقول لأبو جهل، بيقول له: أبا حكم، لو كنت شاهدا لأمر جوادي استسوغ قوائمه علمت ولم تشكك أن محمدا رسول ببرهان، فمن ذا يقاومه؟ مين يقدر يقاوم محمد؟ انت لو شفت فرسي والأقدام بتغوص في الأرض عندما أشار إليه محمد،
كنت عرفت ان ده رسول مؤيد بوحي السماء، مؤيد بمدد السماء، مؤيد بقوة الله، بقوة من يقول للشيء كن فيكون. ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء. الرحلة دي استغرقت كم يوم؟ أحد الرواة بيقولوا 18 يوم، أحد الرواة التانيين بيقولوا 20. من مكة إلى المدينة. وصل النبي إلى قباء ثم وصل بعدها إلى المدينة. طبعا هو لما وصل إلى قباء أسس مسجد إيه؟ قباء. قبل ما يأسس المسجد بتاعه، خدوا بالكم من الموضوع ده، أسس المسجد، وبعد ما أسس المسجد جلس في ظل نخلة. فكانوا الأنصار اللي بيجوا من المدينة، لأن بين قباء والمدينة ما فيش مسافة، يعني ما فيش حاجة، بسيطة جدا. وبعدين كانوا الأنصار اللي لما يجوا من المدينة مش عارفين النبي من أبو بكر، يفكروا أبو بكر هو النبي، ويفكروا النبي هو أبو بكر. فطبعا اللي حصل ايه؟ هو جلس المصطفى في ظل نخله، الظله بتاعتها جايه عليه. فلما الظله بتاعت النخله حودت عنه، فسيدنا ابو بكر مشي على المصطفى وظلله بثيابه. شفتوا يا جماعه كان بيحبوا ازاي؟ ظلله ايه؟ بالثوب كده، دار عليه عشان يبقى قاعد في الظله بعينه. وبعدين ساعتها الانصار عرفوا رسول الله من؟ يبقى مين بقى رسول الله؟ الجالس ولا اللي ظلل؟ الجالس طبعا، المكرم عند ربه وعند أصحابه. ثم مشى النبي صلى الله عليه وسلم من قباء إلى المدينة. بعض عندك دلائل النبوة للبيهقي والكلام ده كله، والخلعي برضه بيذكر الكلام ده، بيقول لك إن الأطفال مشوا معاه وكانوا ينشدون طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا، ما دعا لله داع، طالع البدر مبينا رحمة للعالمين وبشيرا ونذيرا منقذا دنيا ودينا، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور، جئت بالأمر المطاع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، ما دعا لله داع، وهكذا الكلام أنشدوه للمصطفى صلى الله عليه وسلم. في بعض العلماء ضعفوه وفي بعض العلماء حسنوه، لكن العلماء قالوا إيه بقى؟ قالوا حتى وإن ضعف نحن نذكر كلاما ليس للنبي. يبقى لا نتشدد في كلام ليس منسوبا إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعدين بيقول لك هو مشهور عند عامة المسلمين، وبعدين هو يعني لا يبنى عليه عمل، لا هو حلال ولا حرام. فاهمين يا جماعة؟ وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. كل واحد عايز ياخد الناقة بتاع المصطفى يوديها عنده البيت عشان المصطفى يبقى إيه؟ يبقى الضيف بتاعه. لكن العجيب إن الناقة كانت لا تناخ لأحد، يعني نخوها ما ترضاش. فقال لهم المصطفى صلى الله عليه وسلم اتركوها فإنها مأمورة، اتركوها فإنها مأمورة. وبالفعل تركوها، وجت كده جنب بيت أبو أيوب الأنصاري وبركت، ثم ذهبت إلى مربد لغلامين يتيمين، مربد تمر يعني بيخزنوا فيه التمر، وبركت. فالمصطفى قال ده لمين؟ قالوا ده لغلامين يتيمين. قال يبيعوهم؟ قالوا أيوة يا رسول الله أنت تاخدهم هدية. قال لهم لا أنا ما باخدش هدايا، أنا أشتري. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم لا أنا أشتري، ده دول غلامين ويتيمين. النبي ما كانش يجامل في الحاجات دي، بالفعل شراهم المصطفى صلى الله عليه وسلم. طب مين اللي ضيفه؟ أبو أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري البيت بتاعه دورين زي البيوت بتاعتنا دي. فأبو أيوب الأنصاري قال للمصطفى يا رسول الله، قال له نعم، قال له أنت تقعد فوق وأنا ومرتي تحت. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم قال له لا أنا تحت وأنتوا فوق. طب ليه؟ المصطفى قال له عشان الضيوف اللي هتجيلي وتقعد معاه بدل ما يتجاوزوا حرمة البيت ويطلعوا السلالم طالعين نازلين، لا يبقى أنا تحت وأنت وحريمك فوق. يا رسول الله ما ينفعش. قالوا لا ينفع، أنا تحت وأنتوا فوق. وبالفعل أبو أيوب الأنصاري هو وزوجته كانوا فوق. حبوا يناموا، الجلة وقعت اتكسرت. طبعا أنتوا عارفين السقف بتاع زمان ما كانش مسلح، ده كان طين. وبعدين المية اللي فيها اتكبت، فالمية لما بتتكب من فوق هتتسرب تحت، فتسربت على راس مين؟ على راس المصطفى صلى الله عليه وسلم. نزل أبو أيوب قال له بقول لك ايه؟ قال له والله لا اعلو سقيفة انت تحتها. قال له والله ما اقعد في مكان فقيك ابدا، انت فوق الناس كلها يا رسول الله. ما اقعدش في مكان فقيك ابدا، ما ينفعش. وبالفعل النبي طلع فوق وهم نزلوا ايه؟ وهم نزلوا تحت. كان بيبعت للنبي طعام. في يوم من الايام بعت له طعام، النبي ما كلوش. فطبعا هو لقى الطبق سليم ما تاكلش منه حاجه، فذهب الى النبي قال له ليه يا رسول الله ما اكلتش ليه؟ قال له اصل فيه توم. قال له اهو حرام؟ يعني هو حرام يا رسول؟ قال له لا ولكني اكرهه. هو مش حرام لكن انا بكرهه. فقال له ابو ايوب وانا قد حرمت السوم على نفسي الى ان اموت. فقال له ولما؟ فقال له لاني اكره ما تكره يا رسول الله.
طالما انت بتكرهه يبقى انا بكرهه. ثم أسس النبي المسجد، وظل المسلمين يهاجرون من مكة إلى المدينة لحد سنة 8 هجرية. آخر واحد هاجر مين؟ العباس بن عبد المطلب، عم المصطفى صلى الله عليه وسلم. والصحابة كلهم قعدوا يهاجروا السنين دي كلها. اللي راحوا الحبشة جم المدينة سنة 7 هجرية بعد فتح خيبر. جه جعفر بن أبي طالب باللي معاه وهم جايين من الحبشة، كانوا راكبين سفينتين، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى النجاشي قال له زوجني أم حبيبة بنت أبي سفيان. كانت متجوزة مين؟ كانت متجوزة عبيد الله بن جحش، ومات عبيد الله في الحبشة. وبعدين النجاشي زوج المصطفى من أم حبيبة. مين اللي دفع المهر؟ اللي دفع المهر النجاشي. دفعوا لمين؟ للمصطفى. ما تصلوا على المصطفى صلى الله على المصطفى. بعد ما اتفتحت خيبر جاء جعفر بن أبي طالب وجميع المهاجرين إلى الحبشة، جم المدينة سنة 7 هجرية. المصطفى أول ما شاف جعفر قال الحمد لله يومنا فيه فرحين، فتحنا خيبر وأتى إلينا جعفر. وظل الصحابة يهاجرون إلى أن جاء فتح مكة، والنبي قال إيه؟ قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية.